يقول: كيف لطالب العلم أن يتعامل في الوقت المعاصر فيما يحصل من خلاف بين بعض المشايخ، ويريد نصيحة لبعض المتعجلين في التحذير والتبديع؟ التعامل مع الخلاف الذي يقع بين المشايخ الآن وفي كل وقت وفي كل حين يكون على مستويات. بالنسبة لطلبة العلم المبتدئين وطلبة العلم عموما، عليهم أن لا يدخلوا في هذا النزاع ولا يشاركوا في هذا الخلاف، وأن يلزموا حدهم ويقبلوا على ما هم عليه من طلب العلم ولا يشغلوا نفسهم بهذه الأمور، فإن هذه أبواب يفتحها عليهم الشيطان ليصرفهم عن طلب العلم، حتى يصير هم الطالب فقط نصرة هذا القول أو نصرة هذا الرجل أو نصرة هذا لا، أنت أقبل على طلبك للعلم ولا يشغلنك ذلك عن طلبك للعلم. الأمر الثاني أن تهتم بأن ترجع إلى كلام أهل العلم الكبار المعتمدين الذين نعرفهم بأنهم من أهل السنة ومن أهل الحديث، مثل الشيخ بن باز، مثل الشيخ الألباني، مثل الشيخ بن عثيمين، مثل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مثل الشيخ الفوزان، مثل الشيخ اللحيدان. هؤلاء المشايخ الكبار الذين نعرفهم اليوم أنهم من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل السنة وشهد لهم أهل العلم بذلك، فيكون هؤلاء هم النبراس الذي نتبعه ونتعلم منه ونعرف منه الموقف الصحيح من التعامل في هذه الأمور. ما يقع الشر في الغالب على الطالب إلا إذا جعل غير هؤلاء الكبار هم محل قدوة ومحل اتباع واعتبار. لا، أنت اقتدي بهؤلاء الكبار وتعلم منهم وخليك في ركابهم، وربنا إن شاء الله يحفظك ويبارك فيك. ثالثا، من كان من أهل العلم ومن أهل الفضل إذا أمكنه أن يقول كلمة طيبة يجمع بين الناس ويصلح بينهم ويذهب ما بينهم من الخلاف فهذا خير وبركة. أما إذا رأى أن كلامه لا يصلح ويحدث المزيد من المشاكل والمزيد من الفساد، فعليه أيضا أن يلزم الصمت ويحاول بطريقة أو بأخرى إصلاح الحال بدون أن يشارك في تأجيج الناس. هذه الفتنة التي تحدث بين المشايخ يعني يؤججها تدخل الطلاب الصغار أو تدخل بعض الكبار بما لا يحسن، وهذا الموضوع ينبغي الابتعاد منه. ولذلك أنا ارتأيت أن يركز الإنسان على المسألة موضوع البحث فيبين ما فيها من الصواب ويبرزها بدون أن يتكلم على فلان أو على علان، يجعل همه كله بيان الحق، لأنه هذا أنت المطالب به، بيان الأمر فيما يتعلق بالشرع، فتبين بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف وما عليه أهل العلم والقياس الصحيح أن هذا القول الصحيح في هذه المسألة وهذا هو ما عليه الدليل وبس. لا تدخل في نصرة فلان أو في الطعن في فلان، لأنه قضية الطعن في فلان قد يكون هناك أمر أنت لا تعلمه، ملابسات أنت لا تعلمها، وأنت ما أنت مسؤول عن فلان، أنت مسؤول عن هذا القول تبينه، تبين حكم الله فيه وتبين شرع الله فيه حتى لا تنجر إلى ما يزيد الخصومة والنزاع بين الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: ألا أدلكم على ما هو خير لأحدكم من الصلاة والصدقة والصيام، يعني النوافل؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. وجاء في حديث آخر قال: لا أقول الحالقة، نرى أنه إذا أراد أن يدخل في المسألة يدخل للإصلاح ولا يدخل لنصرة هذا أو لنصرة هذا. إن أراد أن يبين يتدخل في بيان الصواب والخطأ في المسألة العلمية كعلمية دون أن يذكر شخص فلان أو شخص بعين فلان أو الشخص الآخر، لا، إنما بين الصواب في هذه المسألة، تبرئ ذمتك وتضعها بين يدي الناس الذين ينظرون وكذا، بحيث أنك لا تزيد تأجيج النار. لو كان في الشيخ الألباني، لو كان في الشيخ بن باز، لو كان في الشيخ بن عثيمين، أو الرجوع للشيخ الفوزان أو آل الشيخ يتكلموا، هذا إن شاء الله قول فصل في المسألة، لكن هذا الآن غير متيسر والله المستعان. نعم. يقول: هل